هنعمل الكوفي ميكس القديم بتاع زمان، مش اللي مضروب ببودرة بلاط وبودرة اسمنت ومعرفش ايه. لا، الكوفي ميكس القديم الاصلي بطريقة حلوة جدا وبسيطة جدا وهتعجبكم وهترضي ذوقكم جدا 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 وهيعجبكم قوي قوي. هنحتاج للمكونات بتاعتنا هنا. هتعايري بحاجة معينة، يعني هتعايري بفنجان بتاع قهوة، تمام، عايري بيه. هتعايري بالمعلقة المعيارية الكبيرة براحتك. انا هنا معايراهم بالمعلقة المعيارية، انا بعمل حبة حبة طازة، يعني بتخلص بعمل غيرها، مش بعمله بركنه، لا دول بيملوا يعني حبة في البرطمان، اصغر برطمان بيملوا نصه كده. هنحتاج هنا معلقة كبيرة ممسوحة حليب بودر، ومعلقة كبيرة ممسوحة كريم شانتيه خام، ومعلقة كبيرة ممسوحة سكر بودر، ومعلقة كبيرة ممسوحة النسكافيه بس بودر. انا عملته بودر ازاي؟ انا ما طحنتهوش في الكبه بتاعه الخلاط، لو حابه تطحنيه اطحنيه. انا جبت كيس تلاجة نضيف وحطيت فيه معلقتين كبار من المعالق اللي هي اللي احنا بناكل بيها الرز، وجبت المدقه بتاع البفتيك وقعدت اطحن فيه رايحه جايه رايحه جايه، بقى بودر معايا تماما. دي اسهل طريقه. هنجيب بوله هننزل فيها بالمكونات بتاعتنا للعلم، علشان انا بنزل وصفه بكل مصداقيه. السكر هنا انا ضايفه ليا انا، لان الخلطه دي عاملاها ليا انا، فالسكر هنا انا ضايفه بس معلقه صغيره. لكن انتوا علشان عايزينها مظبوطه او مسكره، هي مش مسكره هتبقى كمان لو ضفت لها معلقه كبيره مليانه سكر بودر. اللي حابب يعملها كده اوكي، مش حابب يعمل بالمعلقه الصغيره ويعملها بالمعلقه الكبيره براحتكم. انا بقول لكم اللي انا عملته ليا، لان هي مش هتنفع من غير سكر، هتبقى صعبه، لازم فيها حاجه بسيطه من السكر. وانا ممكن اشربها عادي من غير سكر، مش هتفرق معايا، بس حبيت انزلها لكم بطريقتها الصح. ولا كريمر بقى ولا جيمر ولا مبيضات ولا كل الكلام الفاضي ده كله، الحاجات دي كلها مضره بالصحه. هنا السكر البودر يعني متكتل شويه، فلو في تكتلات يا تضربيه في الخلاط يا تقعدي تفركيه بالمعلقه كده، هينعم معاكي خالص، مفيش اي مشكله. هنيجي بقى نعمله طريقتين. حابه تعمليه زي ما هو كده من غير ما تضيفي له حليب سايل، براحتك. حابه تضيفي حليب سايل براحتك. نيجي لحاجه تاني. الكيس بتاع الكوفي ميكس ده كام؟ 12 جرام. 12 جرام ده قد ايه؟ معلقتين ونص، المعالق الصغيره بتاعه الشاي كده، هيبقى معلقتين صغيرين مليانين هرميتين ونص معلقه، دول اللي هم 12 جرام. لو بالمعلقه الكبيره هتبقى معلقه كبيره هرميه، واللي عنده ميزان يوزن. انا وزنتها علشان اوصل لك المعلومه كامله من غير ما توزني. الكيس ال50 بالتاكيد طبعا هيبقى نص الكيس الكبير، هيبقى 6 جرام. 6 جرام لو هتعايريه المعلقه المعياريه الصغيره اللي هي اصغر معلقه في الطعم المعيار ابو 15 جنيه البلاستيك، هي دي هتلاقيها ما بين 6 7 جرام، الرينج بتاعها مش اكتر من كده. بس وادي كده الكوفي ميكس ده شكله بالحليب، واللي كان شكله قبل كده بدون حليب. اعملوه في بيتكم، نضيف حلو جدا، وهتلاقي الطعم بتاعه نفس الطعم بتاع بره، بل وانضف كمان. انت عامله بيتك بمكونات نظيفه انت عارفاها. وبس كده، ويا ريت نشير الفيديو، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب. واي حاجه بعملها اكيد يعني بنزلها لكم.